الله يرحمها كانت كل شوية تشقر على درج الخضار في التلاجة بنفس الاهتمام اللي كانت بتشقر بيه علينا، إذ ربما تلاقي حاجة كرمشت ولا دبلت كده ولا كده، فتقوم نعشة قلبها من خلال سلقها في شوية مية بكام معلقة سكر. وفي الغالب كده كانت بتسلق الجزر والخيار والفاصوليا والقرنبيط واللفت، تاخده 5 دقايق مش أكتر، وتبتدي ترفع اللفت أول حاجة، وبعده القرنبيط، وبعدين الخيار والفاصوليا، واخر حاجه خالص الجزر عشان هو اكتر حاجه بتحتاج سوا بقى على جنب عشان يبردوا. وتقوم سلقه كيلو ليمون اصفر، تسلقه وتقطعه وتشيل منه البذر، وتضربه في الكبه مع ربع كيلو شطه متقطعه مع 5-6 فصوص توم كده، وتضيف لهم 4 معالق مليانين كبار ملح، يا حبذا يكون ملح خشن وكمان يكون ملح هيمالايا، 4 معالق كبار من العصفر وزيهم حبه البركه، مع شوية كرفس يا حبذا برضو يكون طازة، بس ده اللي كان عندي. تضرب بقى الجمال ده كله عن طريق النبضات عشان يتقطعوا ما يتفرموش، تقوم نازلة بيهم في بولة وسايباهم على جنب. هي الله يرحمها كانت بتقطع الخضار ناعم قوي، بس احنا بقى ما عندناش وقت، فهنضرب في ذات نفس الكبة وبرضو عن طريق النبضات، وننزل بقى بالجمال ده على الجمال ده، ونقلب الخلطة العظيمة دي مع بعض، نعبي في علب أو في برطمانات ناشفة معقمة، وعلى الوش نقفل بزيت، يا حبذا لو كان زيت زيتون عشان اللي ياكل يبقى كأنه بياخد علاج مش مجرد أكل. عايزة أقول لكم بقى إن ده ما كانش مخلل بالنسبة لي، دي مربى بجد مربى، ومش محتاجة تتحط جنب الأكل، هي ذات نفسها أكل. ناولوني انتوا بس رغيف عيش بلدي طازة كده وسيبوني أغمس وعيشوني عليها شهر، مش عايزة أكل أي حاجة غيرها. بس هنعمل إيه بقى؟ للدايت أحكام. ملحوظة مهمة قوي بقى، الناس اللي ما بتحبش مرارة الليمون ممكن تنقعه، بس نقع الليمون زي ما هيخلصنا من المرارة هيخلصنا كمان من زيوت عطرية وقيم غذائية مهمة جدا جدا لجسمنا. والملحوظة الأهم إن أنتي مش مضطرة تستني المخلل بالكام يوم لحد ما يستوي، أنا خللته وكلت منه في ساعتها. وفي النهاية خالص أنا عايزة أقولك ما شفتش في حياتي حد بيشكر النعمة ويمتن ليها ويحافظ عليها إلا لما شفت حياته كلها خير ووشه مليان نور. ربنا يرحمك برحمته يا ماما، ويجعل حفاظك على النعمة في ميزان حسناتك. أتمنى لو الأفكار اللي قدمتها لكم دي فتحت نفسكم على الدنيا كده وجوعتكم تعملوا لي لايك وشير، وتسيبوا لي كلمة لطيفة زيكم كده في الكومنتات عشان يوصلكم مني كل جديد. أنا شيماء البهي.